واحد ربنا دخله جهنم، حرقه في جهنم. انت متخيل واحد فخرج من النار؟ يعني انت عارف زي ايه اللي بيدخل السجن وبعد كده وكيل النبي يستدعيه ولله المثل الاعلى ويعيد استجوابه وبعد كده يرجعوه السجن تاني. فده خرج من جهنم، مش خارج ينجو، ده خارج عشان يقر على ذنوب وجرائم وخطايا وكبائر ومصايب وبعد كده يرجع تاني، لان الله لا يجعل عبدا في جهنم وليس في الجنة بس، في جهنم لا يحمد الله ويثني على الله ويدرك ان ما هو فيه بذنوبه وخطاياه وقبح اكتسابه، فربنا يقره بعد كده يرجعه جهنم تاني. فيلتفت فلا يزال يلتفت، فيقول الله لم تلتفت؟ فيقول يا رب ما كان هذا ظني بك يا رب أن تعيدني فيها بعد أن أخرجتني منها. أنا ظني فيك يا رب إنك أنت لا يمكن، أنا صحيح ظالم وضلالي عملت اللي ما يتعملش، بس أنا ظني فيك يا رب إنك ما كنتش هتخرجني من المصيبة دي وتسيبني أرجع فيها تاني. مادام خرج أنت أرحم من كده يا رب، فأمر الله به إلى الجنة. ربنا حسن الظن في الله.